لما بتيجي تروح تقدم في اي شغلانه، اذا كنت مثلا بتقدم اونلاين او مثلا بتروح للمكان ذات نفسه، الشركه او المصنع او المكان اللي انت رايح تشتغل فيه وتقدم الورق بتاعك، فانت لازم تقدم السي في. السي في يا اما يكون شكله بسيط جدا، بيكون عباره عن تايتل او عنوان وتحتيه الداتا بتاعت العنوان ده، او مثلا بيكون سي في بروفيشنال. وعشان تعمل واحد بروفيشنال فاحتمال كبير جدا يطلب منك فلوس عشان تيجي تعمله اونلاين. فانا هقول لك ازاي تقدر تعمل سي في او قالب بروفيشنال للسي في بتاعك من غير فلوس وبشكل بسيط جدا على الوورد، حتى لو انت ما اشتغلتش خالص قبل كده على الوورد. وفي اخر الفيديو ده نقطتين مهمين جدا هبقول لك عليهم. انز بلاي انترو. تعالى بقى اقول لك ازاي تقدر تعمل تمبلت بروفيشنال على الوورد. من قائمة انسيرت هختار شيبس، بعد كده اختار الشكل الريكتانجل او المستطيل. هاجي ارسم كده مستطيل عن جنب خالص. فوق خالص هنا على اليمين بيقول لي حط الطول والعرض اللي انت محتاجهم. في الطول هكتب 11.8 وفي العرض هكتب 3.2. تمام كده. هاجي اغير اللون بتاعه من قائمة شيب فيل، اختار اللون اللي انا عاوزه. خلي اللون يكون داكن، بلاش الالوان اللي هي الاصفر والاحمر والاخضر والكلام ده. فمثلا هنخلي مثلا اللون الرصاصي ده. تمام. وبرده من قائمة انسيرت اختار شيبس واختار بعد كده الشكل ده. تمام كده. برضو هاجي اغير الطول والعرض بتاعه. في الطول هخليه 3.4 والعرض بتاعي 2.7. تمام. وهعمل روتيت بنسبة 90 درجة. تمام كده. عايز اغير بس السمك بتاع الطول والعرض بتاعه. في هنا نقطة صفراء، النقطة الصفراء دي هسحبها كده لفوق بحيث اقلل السمك ده، والنقطة الصفراء دي ادخلها جوه شوية، فبقى معايا بالشكل ده. وبرضو اغير اللون بتاعه يكون نفس اللون بتاع المستطيل ده. فبرضو من قائمة شيب فيل اختار نفس اللون اللي انا كنت مختاره للمستطيل واسحبه كده معايا فوق على اليمين. تمام. عايز بقى احط صورة، فهدوس على شكل المستطيل وهعمل من قائمة انسيرت وبعد كده بيكتشر، اختار صورة من عندي من على الجهاز. الصورة اهي. الصورة بعد ما نزلت بعد او ورا المستطيل ده. فانا هعمل ايه؟ اول لما الصورة هتنزل هتلاقي عندك السهم ده هدوس عليه، هتيجي مختار اللي هي in front of text. تمام. هتلاقيها ظهرت معاك فوق المستطيل. طب مثلا لو انا ما عنديش السهم ده هعمل ايه؟ هروح جاي محرك ده كده شوية بحيث ابين جزء من الصورة وادوس على الصورة تكتين. هلاقي فوق خالص ان اهو في خانة البيكتشر فورمات مكتوب راب تكست. هدوس عليها واختار in front of text اهي. تمام كده. فكده الصورة بقت فوق المستطيل. بعد كده هرجع تاني المستطيل مكانه واحط الصورة في المكان اللي انا عاوزه، اخليها في النص كده اهو. حلو قوي. عاوز بقى اكتب اسمي تحت الصورة دي. قبل بس ما اكتب الاسم عايز مثلا الصورة تكون على شكل دائري. فهعمل ايه؟ هدوس على الصورة تكة واحدة، هلاقي فوق خالص هنا على اليمين مكتوب كروب. هدوس عليها اختار كروب تو شيب، بعد كده اختار الشكل الدائري فبقت معايا على شكل دايرة. ممكن بقى ازود واقلل في الحجم زي ما انا عاوز. تمام كده. عايز بقى اكتب بقى اسمي تحتها من خانة insert بعد كده shapes. اجي هنا في حاجة اسمها text box اختارها واعمل صندوق كده او مستطيل تحت الصورة. تمام. الخلفية بتاعت الصندوق ده بقت لونه ابيض، فانا عاوز اخليه نفس اللون بتاع المستطيل. هعمل ايه؟ في فوق هنا اهو عند الشيب فيل هدوس عليها واختار نو فيل. تمام. زي ما انت شايف كده بقى في عندي الحدود بتاعت المستطيل. انا برضو مش عايز الحدود دي تكون باينه معايا، فهعمل ايه؟ برضو اختار الشيب او المستطيل اللي انا واقف عليه واجي عند شيب اوت لاين وادوس عليها اختار نو اوت لاين. بقى كده مفيش عندي الحدود بتاعت المستطيل ده. انا بقى عاوز اكتب فيها، فهاجي ادوس دوسه واحده جوه المستطيل ده وهكتب الاسم بتاعي. تمام. واختار الفونت او الستايل بتاع الكلام اللي انا عاوزه. فعلى سبيل المثال اختار مثلا الستايل ده. تمام. عاوز مثلا
اخلي الكلام ده يكون في النص، فهعلم عليه واجي عند قائمة او خانة هوم وادوس العلامة دي، او من عندك من الكيبورد هتدوس كنترول اي هتلاقيها جت معاك في النص. عايز مثلا اكبر الخط هتلاقي برضو من هوم في هنا هو الرقم ده، هتدوس على السهم شوف انت مثلا عايزه كام، خليه مثلا يكون معاك 24 تمام، واللون اخليه باللون الابيض كده كويس جدا تمام كده. عاوز اكتب بقى تحت الاسم الداتا الاساسيه بتاعتي اللي هي رقم التليفون والايميل والمكان بتاعي. هاجي اخد نسخه من الصندوق ده، هعلق على كنترول تمام، هتلاقي بص السهم اتغير، وهاجي عند الحدود بتاعه المستطيل واروح ساحب كده اهو، هتلاقيه اخد من المستطيل ذات نفسه نسخه تمام. اول حاجه هكبر شويه المستطيل ده وامسح الكلام اللي فيه واكتب بقى الداتا اللي انا عاوزها. اول حاجه مثلا رقم التليفون، اي حاجه، بعد كده هدوس انتر اكتب مثلا الايميل بتاعي، بص لما جيت دوست انتر الايميل اتحول لازرق. طب انا مش عاوزه يبقى كده، هعمل ايه؟ هاجي بالماوس على الايميل بتاعي وادوس بس كنترول، هلاقي هنا اندو هايبر لينك، لما ادوس عليها هتلاقي اللون الازرق راح تمام كده. واكتب مثلا انا منين، بص الكلام بقى مقطوع منه او مستخبي او مش باين. هاجي عند المستطيل عند النقطة البيضة دي واشدها لتحت تمام كده، واكمل عادي كتابة خالص. هاجي بعد كده انا شايف ان الخط ده كبير قوي، فهاجي مثلا احدد جوه المستطيل وادوس كنترول A بحيث يحدد كل الداتا اللي موجودة معايا، واصغر الخط بتاعي. الخط ده هيكون مثلا 14 تمام كده. عايز مثلا احرك ده كده شوية وهقول لك ليه دلوقتي تمام. عايز احط هنا شوية رموز بتعبر عن الكلام ده، فهاجي عند قائمة insert بعد كده icons، اختار بقى من هنا ايه، هدوس مثلا هنا اهو اعمل سيرش على فون تمام، اختار الشكل اللي انت عاوزه واعمل له insert تمام. برضو الشكل نزل ورا المستطيل ده، في هنا اهو في يا اما من السهم ده ادوس كده اختار دي هتلاقيه ظهر معايا تمام، احط هنا اهو واصغر شويه في العلامه بتاعته واحطه قدام رقم التليفون تمام كده. برضو نفس الكلام مع الايميل واللوكيشن بتاعي. احطها هنا اهو كده قدام الايميل بتاعي، واجي برضو اختار لوكيشن مثلا، دي مثلا كويسة insert اصغرها شوية واحطها كده اهو كده تمام قوي تمام كده. عايز اعمل برضو حاجة اشيك شوية، فهاجي عند قائمة insert بعد كده shapes واختار السهم ده، هعمل لاين بين الاسم وبين الداتا دي تمام. هنا بيقول لي في هنا فوق في الشيب ستايلز هختار السمك بتاع الخط ده، فاختار اتخن حاجة تمام واخليه لونه ابيض. هتلاقي اهو شيب اوت لاين، اختار اللون الابيض تمام كويس جدا. عايز بقى اكتب داتا تانية تمام، ولتكن مثلا الكورسات، فهاجي عند البوكس ده واخد منه نسخة تمام، وامسح الكلام اللي فيه واكتب كورسز، وهاجي برضو اخد نسخة من الخط ده برضو كنترول واسحب بالماوس احطها كده تحتها تمام كده. دي خليها تكون 28
او مثلا 26. تمام. عاوز اكتب داتا تحت الكورسز، لو جيت مثلا دوست تكتين مثلا عشان اجي اكتب مش هتلاقيه بيكتب معايا، فلازم اخد البوكس ده اخد منه نسخة وانزلها تحت بحيث يكون مسموح لي ان انا اكتب فيها. تمام. بعد ما امسح كل الكلام ده اجي بقى اكتب مثلا اي كورسات. طبعا هنا عشان انا كتبت ومفيش مساحة فانا بكبر شوية ده كده اهو، هتلاقي الكلام ظهر معايا. الخط ده كبير قوي فهخليه نفس الفونت ده او نفس الخط ده اللي هو 14. تمام. عايز شكلها يكون احسن شوية، هعلم على البوكس كله بكنترول A وهاجي هنا اهو هدوس عليها تكة، هتلاقي ان الكلام بقى مترقم او محطوط عليه نقط. طب انا مثلا عاوز بدل النقط دي ارقام، بص في هنا جنبها سهم، لو دوست عليه اختار نوع الترقيم او نوع الترتيب اللي انت عاوزه، فيه ارقام فيه حروف ايا يكن، شوف انت عاوز ايه وهتدوس عليه هتلاقيه هو اتحول لوحده. تمام. بس انا بفضل النقط دي بصراحة، فهخليها النقط دي. تمام كده. اصغر ده كده شوية. هعمل برضو نفس الكلام، نسخة من الكورسز ونسخة من الخط ده، ودي اخليها سكيلز. تمام. واجي اخد نسخة من المربع ده برضو اخليه تحت كده اهو واكبر شوية. تمام. واغير بقى في السكيلز بتاعتي واكتب اي حاجة انا عاوزها. تمام كده. برضو نفس الكلام برضو اخد نسخة من السكيلز. تمام. ودي هتبقى الخانة بتاعت اللغات، مش عارف ليه راحت جوه كده، تعال نسحب ده كده اهو. تمام. واخد برضو نسخة من الخط ده وخليك تحتيه. على قد ما تقدر حاول تخلي الشكل العام بتاع الترتيب او بتاع التناسق بتاع الكلام يكون زي بعض. يعني مثلا دي مثلا عايز تيجي شوية كده اهو بحيث يبقى كلهم مثلا فوق بعض كده اهو. تمام. برضو نسخة برضو من النقاط دي وهكتب هنا برضو اللغات اللي انا معايا. تمام كده خلصت الجزئية دي. هاجي بقى هنا اخد نسخة من المستطيل ده، هو طبعا حاليا مش باين. تمام. فانا هدوس عليه وبعد كده هدوس كنترول A، علم لي على كل الكلام اللي جوه، اختار اللون الاسود عشان الخط معايا يبان، ودي هتبقى السمري بتاعتي. تمام. ممكن بقى اخليها ايه بولت. تمام. واخليها الخط بتاعها هيكون مايل شويه وهكبر الخط ده اخليه مثلا 28. تمام كده. اخليها اليمين شويه كده اهو، وهجيب برضو نفس الخط ده نسخه منه واحطه هنا اهو، وطبعا برضو مش باين، فانا هختار من شيب فورمات، اختار شيب اوتلاين واختار اللون الاسود وبرضو اخليه تقيل من هنا اهو، ادوس الشكل ده واطول دي كده شويه، فكده بقى معايا خانه السمري. عايز اطلعه فوق شويه لازم تيجي العلامه بتاعت السهومه دي. تمام. عايز بقى اكتب الداتا بتاعتي في السمري، فهاجي هنا اهو اخد نسخه من البوكس ده احط هنا اهو، طبعا هو مش باين، كنترول A وخلي اللون يبقى اسود. تمام. طبعا عشان بقى الوقت فانا اصلا كان معايا CV من الاول، فهاجي هنا اهو في البروفايل واخد ده كده كوبي كنترول C، بعد كده اروح هنا اهو ادوس كنترول V، هلاقي الكلام اتنسخ معايا. تمام. بس طبعا الكلام مش باين عشان مساحة البوكس اللي انا محددها صغيرة جدا على الكلام. هعمل ايه؟ فهاجي هنا اهو اطول شوية البتاع ده كده اهو وانزل شوية المستطيل بحيث الكلام يكون ظاهر معايا. تمام. برضو هاجي تاني اخد نسخة من السمري ونسخة
من الخط ده، احط كده تحتيه واكتب بدل summary education. ونفس الكلام برضو نسخة من البوكس ده احط كده تحت، واجي عند خانة education اللي انا اصلا كنت عاملها من اول، اخد منها نسخة كنترول سي يعمل كوبي، اجي هنا اهو ادوس كنترول ايه عشان يعلم، بعد كده كنترول في عشان يحط الكلام بتاعي. تمام، اصغر البتاع ده كده شوية، خليها اليمين شوية كده. تمام، بعد كده برضو اخد نسخة تانية من education احطها كده هنا، ودي هتبقى الاكسبيرينس. اعتقد غلط، لا صح، لا غلط، ما يهمش. هاجي هدوس عليها كليك يمين، هتلاقي هو صاير لك الكلمة صح فوق. وهاجي اخد برضو نسخة من البوكس ده احطها تحتيه، بس نسيت طبعا الخط، نسخة برضو من الخط احطها تحت الاكسبيرينس. وهاجي برضو انسخ الخبرة بتاعتي واحطها كنترول سي كوبي، اجي هنا اهو كنترول ايه اعلم على كله، كنترول في كبر ده كده شوية. تمام، عاوز شكل النقاط يبقى شكل احسن زي بالظبط النقاط دي كده، فهدوس كنترول ايه بحيث اعلم على كله وادوس دي. تمام كده الشكل بقى احسن بكتير. ممكن طبعا اصغر ده كده شوية. تمام، لسه معايا مساحة فاضية ممكن اكتب فيها السيفل وورك بتاعي او مثلا الهوايات، فهاجي برضو انسخ مثلا الاكسبيرينس احطها هنا واكتب فيها سيفل وورك. تمام، وانسخ المربع ده او الشكل ده احط كده تحت. طبعا هو مفيش مكان ان أنا احط تحت. تمام، يعني هو الصفحة خلاص كده ايه خلصت. فهعمل ايه؟ بص، لو في اي غلطة حصلت معاك وعايز ترجع ستيب ورا فهدوس كنترول زد. تمام، هاجي مثلا اي مثلا بوكس او مثلا البوكس مثلا بتاع السيفل وورك واخد منه نسخة احطها تحتيه، واجي انسخ الخط ده اهو جه معايا، بفضل انزل بيه كده حبة حبة بالماوس كده واحطه تحت السيفل وورك. تمام، اجي هنا اهو واكتب اي حاجه مثلا انا عاوزها، مثلا اتطوعت في الجمعيه الفلانيه مش عارف ايه، اشتركت مثلا في تنظيم مؤتمر، شوف انت مثلا السيفل ورك اللي انت حابب انت تكتبه ايه واكتبه. تمام، بعد ما خلصت باجي في فايل اعمل سيف اس. تمام، واختار مثلا المكان اللي انا عاوز اسيف فيه السي في ده، في مثلا على الديسكتوب اكتب مثلا اسميه عمرو خالد سي في. تمام، كده بقى معايا نسخة وورد. تمام كده، لازم احوله لبي دي اف. فهعمل ايه؟ هاجي على جوجل وهكتب تحويل من وورد الى بي دي اف، اي حاجة من دي هتدوس عليها وهتيجي هنا اهو هتحدد الملف اللي انت عاوزه، اللي هو مثلا اللي هو كان فين، عمرو خالد سي في، اوبن، بعد كده تحويل للبي دي اف. بيقعد حاجات بسيطة جدا ويحوله، بعد كده تحميل، وهنا بيقول لك شوف انت عاوز تحط الملف ده فين. فانا هقول له في الديسكتوب واقول له سيف، هتلاقيه حمل معايا اهو. ده كده السي في اللي احنا لسه عاملينه بروفيشنال وما كلفناش اي حاجه خالص. تمام، في بقى نقطه مهمه جدا الا وهي مفيش حاجه اسمها سي في واحد لكل شغلانه. بمعنى انت مثلا واخد على سبيل المثال 10 كورسات ومثلا اتدربت مثلا في 3 اماكن، لكل مكان هتروح تقدم فيه للكورسات المعينه او للسكيلز المعينه اللي المكان ده محتاجها. يعني مثلا لو انت مثلا صيدلي وانت مثلا ليك ان انت تشتغل في صيدليه او مثلا تشتغل في شركه، في حته مثلا ان انت تشتغل في شركه فده بيتطلب منك مثلا كورسات معينه، وحته مثلا ان انت تشتغل مثلا في صيدليه ده هيكون مثلا عاوز منك ان انت تعرف تشتغل على برامج معينه. فانت بقى بتشوف
بتيجي تفتح السي في بتاعك وتشوف انهي شغلانه انت بتقدم عليها محتاج فيها ايه. يعني ما ينفعش يكون عندي سي في واحد بقدم بيه في كل الاماكن. انا بشوف المكان اللي انا رايح اقدم فيه ده ايه الحاجات اللي هتكون في السي في بتاعي مناسبه اكتر مع الشغلانه دي، بحيث اعدل على السي في بتاعي، امسح منه حاجات بما يلائم الوظيفه اللي انا رايح اقدم عليها. يعني مثلا ما الاقيش مثلا واحد رايح يقدم في شركة وكاتب كورسات ليها علاقة مثلا بمكان تاني ملوش علاقة بالشغل في الشركة دي، او مثلا بمجال الشغل في الشركة دي. فكل وظيفة ليها الكورسات والمؤهلات اللي هي موجودة معاك اللي تأهلك للشغلانة دي. فانت قبل ما تقدم على اي شغلانة بتشوف شكل السي في بتاعك، انت بتيجي على السي في الاصلي اللي انت عامله وبتعدل عليه، بتشوف ايه الداتا اللي هي مهمة او هتفرق معاك قوي لو انت حطيتها في السي في ده او في الشغلانة دي، وبتسيبها والداتا التانية بتمسحها. بس قبل ما تعمل الكلام ده، يعني مثلا انا مثلا حاليا بقدم على شغلانه وشايف مثلا ان السكيل دي مش مهمه، فهاجي مثلا امسحها، وشايف مثلا ان الكورس ده مثلا مش مهم فهمسحه. تمام. فكده الشكل ده مناسب جدا مع الشغلانه اللي انا رايح اقدم عليها وفقا للكورسات او للمهارات او الخبره مثلا اللي موجوده هنا اهو. او مثلا ممكن مثلا بدل مثلا كلمه سيفلور احطها مثلا تريننج. تمام. فانا بعد ما رسيت على الشكل اللي انا عاوز اقدم بيه في المكان ده، بعد خلاص ما ظبطت الشكل ده، بدوس فايل وبعد كده سيف از. ما تدوس سيف، لان انت لو دوست سيف فانت كده سيفت على السي في الاصلي اللي انت عامله. احنا عاوزين نخلي سي في واحد كده عندنا مجمع فيه كل حاجه، ولما اجي اقدم على اي شغلانه تانية بعدل على السي في الاصلي واعمل نسخه منه مؤقته، وبرده بسيفه ومثلا بسميه مثلا بالمسمى الوظيفه اللي انا رايح اقدم عليها، وبرده احوله للبي دي اف. لكن لو انت دوست سيف فانت كده عدلت على السي في اللي انت حاطه او الاساسي اللي انت عامله. دي النقطه المهمه اللي انا كنت عاوز اقولها. النقطه الثانيه وهي ان طبعا مفيش حاجه اسمها ان انا اقدم على شغلانه بسي في وورد، لازم السي في احوله لبي دي اف. مفيش حاجه اسمها اقدم بفايل وورد، لازم الفايل بتاعك يكون بي دي اف. فدولت كده النقطتين المهمين اللي انا كنت عاوز اقول لكم عليها، ان انت مفيش حاجه اسمها سي في واحد لكل الاشغال، لا، لكل شغلانه ليها السي في الخاص بتاعها. وان مفيش حاجه اسمها ان انا ابعت سي في او اقدم سي في وورد، لازم السي في اللي انا ببعته يكون بي دي اف. جينا في فقره سبيشال اندنج، من القصص الرائعه جدا، وهي قصه غريبه شويه. بيقول لك مره واحد وهو مسافر اخد معاه كيس ملوخيه، فلما جه في المطار فتشوه فسألوه ايه ده؟ فقال لهم ده احدث حاجة عندنا. فراح مديهم كيس منه، فراحوا هما مكافئينه وقالوا له عشان انت اديت لنا احدث حاجة عندك فاحنا هندي لك احدث تليفون عندنا. لما راح عند صاحبه بيسأله انت جبت التليفون ده منين؟ راح هو حكى له القصة دي، فصاحبه حب يقلده، فصاحبه وهو مسافر راح واخد معاه كيس بامية، فهو في المطار سألوه ايه ده؟ فقال لهم دي احدث حاجة عندنا. فراح هو مديهم كيس من اللي معاه، فراحوا هم قالوا له عشان انت اديتنا احدث حاجه عندك احنا هندي لك احدث حاجه عندنا، وادوا له كيس الملوخيه. المغزى من القصه دي مش علشان انت شايف ان في واحد قدامك وصل لحاجه معينه هو كان عايزها فانت لازم تمشي على نفس النمط اللي هو ماشي عليه. وكل واحد فينا ليه الطريق بتاعه، كل واحد فينا ليه طريقه الخاص مختلف عن غيره. خد الحكمه من الشخص اللي قدامك، بس مش شرط ان انت لو طبقت نفس الخطوات اللي هو ماشي عليها فانت لازم توصل لنفس النتيجه. خد منه نصايح بس ما تاخدش منه الخطوات، لان انت لو مشيت على نفس الخطوات دي مش هتوصل لنفس النتيجه بتاعته. انا خلصت.